كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم فلافل مقرمشة. المهم شوفوا المنظر كي داير كيشهي، والمهم جربوها. ما تنساوش تدعمونا بالمشاركة والاعجاب ديال الفيديو. المهم نقول لكم على المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد لاوسيت هادي. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الحمص، نحطوه في الماء من الليل حتى الصباح. وغادي نحتاجو كذلك جوج ديال البصلات، وغادي نحتاجو كذلك 6 ديال الفصوص ديال الثوم والقزبور والمعدنوس. المهم هادو هما المكونات اللي غنحتاجو، والتوابل غادي نقول لكم من بعد. المهم غادي نحطوهم في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنوهم. المهم ما تنساوش تحطوا شويه ديال الماء، حيتاش الحمص كيكون قاصح شي شويه. المهم مني يتفرم شويه غادي نحطو عليهم هاد المكونات اللي قلت لكم، القزبور والمعدنوس، ونخليهم يتطحنوا كاملين مع بعضياتهم. ومن بعد نحطهم باش يتصفى داك الماء، حيت ما خص يكونش فيهم الماء. التوابل اللي هما غادي نحتاج ملعقه ديال الكمون، وملعقه ديال البزار، ومعلقه ديال القزبور مطحون، وغادي نحتاج المعلقه ديال البيكنج باودر، والمعلقه ديال الملحه. المهم نخلطهم كاملين، ومن بعد نحط عليهم بلاستيك او شي حاجه، المهم بلاستيك غذائي، ونحطوهم في الثلاجة لمدة ساعة ديال المكانة. المهم قبل ما نستعملوهم ساعة ولا ساعتين. قبل ما نقليهم غادي نحطو عليهم واحد البيضة، ياك نحطو عليهم بيضة واحدة. ومن بعد نحطو المقلة ديالنا باش تسخن، نخليوها تسخن ونحطو فيها الزيت، نخليها تسخن مزيان. ملي غادي تسخن غادي نبداو نقليو في الفلافل ديالنا كما كتلاحظوا معايا. نديروهم كويرات صغار او على شكل بحال ديال الكوري ديال السردين. المهم ونقليوهم، راه ما كياخذوش الوقت بزاف باش يتقلاو. المهم يتحمروا ياخذوا داك اللون الذهبي. ولا اللي عنده بحال هاد الشبكه هادي راه يمكن ليه يقليهم فيها. المهم ملي كنقليوهم كنحطوهم في شي بابيي ولا في شي كلينيكس ولا باش يشرب داك الزيت. المهم هذه هي الطريقه. المهم بعد ما قلينا الفلافل ديالنا ها هي كما شفتوها. المهم كيشهيو، وراه يمكن لكم ديروهم سندويشات مع خيار مع مطيشه مع مايونيز مع الخس، المهم اللي موجود عندكم. المهم كنتمنى يكون هذا الفيديو هذا عجبكم. ما تنساوش ديروا البارطاج مع اصحابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.